مين عارف الحلة دي فيها ايه؟ مش كل الناس هتعرفها، خاصة أهل القاهرة. الأرياف أكيد هيعرفوها. أوعدك، بعد ما تعرفي كباب النهاردة مش هتبطلي تعمليه، لأن كل الكفتة اللي أكلتيها في حياتك في ناحية، وكباب الفريك في ناحية تانية. كباب الأرياف بطعم وريحة زمان. ايه ده يا مريانة، كباب وفريك؟ طب ازاي؟ مش بقولك أول مرة تعرفيها؟ قبل ما يبتدي الفيديو، فضلا شجعيني بأجمل لايك، وما تنسيش المتابعة والاشتراك لوصفات ويوميات أم ريانة. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وانا هنا معايا حوالي نص كيلو من الفريك، والفريك اللي معايا ده فريك قمح. انا يا جماعة يعني كنت اتمنى من قلبي ان انا اعملها لكم بفريك الذرة، بس احنا هنا في القاهرة صعب تلاقي فريك الذرة، وكمان صعب ان انتي تعملي اجراءاته، يعني هتحتاجي تنشفيه وتهفيه، والحكاية عايزة منخل. فاخواتنا في الارياف انا بعمله بفريك القمح، وبرضه بيبقى لذيذ زي بفريك الذرة. طبعا ناس كتير دلوقتي مستغربة، هو في فريك ذرة؟ ايوه، بيبقى موجود في الارياف وبينشفوا الذرة زي ما قلنا، بس احنا هنا في القاهرة مش منتشر عندنا شوية. والكفتة اللذيذة بقى اللي بتتعمل بفريك الذرة المشوي. ودلوقتي بقى بعد ما نقعت الفريك حوالي 10 دقايق بس، مش اكتر من كده، في مية فترة ببتدي اصفيه. عايزه اقولك على حاجه مهمه جدا جدا، الفريك لازم يكون متصفي كويس، ما فيهوش ولا نقطه ميه. انا كان زمان اقولك هاتي لي يا ستي الفريك المعبأ ده حلو، وطبعا ما فيهوش زلطه وانتي بتاكلي كده توجعلك سنتك. لا، دلوقتي بقولك هاتي الفريك السايب، وهقولك على طريقه حلوه قوي قوي عشان تنقي الفريك وتطلعي منه اي زلط واي شوائب بمنتهى السهوله. الفريك نقيه وهو مبلول، يعني اغسليه وبعدين نقيه وهو مبلول كده، سهل تشوفي اي زلط اي شوائب هيتنقى معاكي بمنتهى السهوله. زمان بقى ايام ما كان الفريك المعبأ رخيص كنا بنعرف نجيبه، دلوقتي بقى غالي جدا، فخلاص هنرجع للفريك السايب. ودي طريقه حلوه قوي قوي عشان تنقي الفريك من غير ما تتعبي. وطبعا الناس اللي ما بتحبش الفريك دي فايتها كتير قوي قوي، ده زائد ان هو قنبله من الفيتامينات. خلاص كده الفريك صفيته كويس قوي ونزل كل ميته. دلوقتي بقى في الكبة هاخد شوية شوية كده اديهم نص ضربة، انا مش هطحنه خالص. وخلي بالك لو فرمتيه وهو لسه مبلول هيقلب معاك طحينة وهيترس جامد، يبقى لازم تصفيه كويس وتديله بس في الكبة تكتين مش اكتر من كده. هو لسه صحيح زي ما هو، انا ما طحنتوش طحن كامل. يلا بقى نشتغل في الكباب. معايا كيلو من اللحمة المفرومة ونسبة الدهون فيها معتدلة، وهنزل عليها على طول بنص كيلو الفريك. ركزي معايا بقى في اجمل طريقة لكباب الفريك. دلوقتي بقى معايا بصلة متوسطة، هبتدي اعصرها كويس من المية قبل ما اضيفها على الفريك واللحمة المفرومة. كمان هضيف كده حوالي معلقة ونص من التوم الفريش، يعني حوالي 5 6 فصوص توم. والتوم الفريش طبعا تحفة، بيدي ريحة حلوة قوي لكباب الفريك. انا هنا معايا نص حزمة من الكزبرة الخضراء. في ناس بتحب تضيف شبت للكفتة دي، وفي ناس بتفضل الكزبرة الخضراء بس، براحتك. دلوقتي بقى هتبلها معلقة من الكزبرة الناشفة، كمون، معلقة بابريكا، معلقة فلفل اسود. انا النهارده بقى حابه اكل الكفته دي بطعم وريحه زمان، يعني مش هكتر غير التوابل البسيطه دي. كمان ظبطت الملح كده، خدت معايا حوالي معلقتين صغيرين ملح. وهبتدي ادعك بقى واشم الريحه الجميله بتاعه التوم والتوابل. براحتك، عايزه تضيفي توابل كفته حاجه ترجعلي. انا عايزه اقولك النوع التاني انا ضفت له توابل كفته، النوع المسلوق ما ضفتلوش توابل كفته، واكتفيت بالكمون والكزبره والفلفل الاسود. دلوقتي بقى بعمل ايه؟ بسمغ الكفته دي تاني. مهم جدا تسمغيها. زمان جداتنا كانوا بيدقوا الكفته بايد الهون كويس كويس، خاصه كفته الفريك دي لازم تنعم كويس عشان ما تفكش مننا. وشايفين ما شاء الله بترمي معايا كميه كبيره من الكفته، خاصه كده ان انا مستخدمه الكيلو اللحمه المفرومه نص كيلو من الفريك، فهي اقتصاديه بامتياز. جبت حله كده وحطيت حلقات من البصل والطماطم والجزر، وابتديت اصبع الكفته وارصها عليها عشان هعملها بالطريقه اللي بيطبخوها بيها في الارياف زمان، وهي الكفته المسلوقه. طبعا بفريك الذره بيبقى ليها طعم مختلف عن فريك القمح، والله الاتنين طعم تحفه، وان شاء الله نعمل قريب بفريك الذره. انا بحبها مسلوقه جدا عن اي طريقه، حتى لو كانت محمره. هوريكي ليها كذا طريقه وبجد تحفه، كل طريقه فيها ممتازه. شايفين طريقه التشكيل؟ بيبقى الصابع كده قصير ومقلبص شويه، خاصه بعد السوا بينفش معانا. ما شاء الله، ما تقلقيش خالص، ما تقوليش نص كيلو الفريك هيبقى كتير. اهم حاجه تسمغيها عشان ما تفكش منك، لازم تتسمخ كويس وتنعم بالشكل ده. شايفين ما شاء الله كميه الكفته؟ هنا بقى قسمت، هنا اللي هعملها بالدمعه زي كفته الرز، وهنا اللي هسلقها وهوريكي هشتغل فيهم ازاي.
بالنسبة بقى للي في الحلة دي زي ما قلتلك أنا هعملها بالطريقة المسلوقة، ولازم كده يبقى عندك شوية شوربة حلوين وطعمهم حلو، وتبتدي تسقي بيها الكفتة. مش هتفك يا أم ريانة، ما تخافيش، طالما سمختي الكفتة كويس عمرها ما هتفك منك. ابتديت ارفعها على النار واغطيها، وهي الصراحة بتحتاج نار وسط، يعني ما تهديش النار، على نار وسط كده، والشوربة تبقى مغطية الكفتة عندك، وسيبيها تستوي، مش هتقعد معاكي أزيد من 20 دقيقة. وظبطي طبعا نسبة الملح في الشوربة عشان يبقى طعمها حلو. يلا بقى كده نشتغل في النوع التاني. ابتديت أحمره، وعايزة أقولك اللي بتتحمر دي ما بتنفش قوي زي المسلوقة، وفي ناس كتير قوي بتاكلها محمرة وكمان بتفرزها، يعني تقدري تصبعيها كده وتحطيها في الفريزر، تطلعي تحمري وتشتغلي فيها. بصي ما شاء الله، خلي النار برضو وسط وبتستوي، وينفع تتاكل متحمرة كده زي كفتة الرز. يعني ما شاء الله، عيالي كانوا واقفين جنبي لقطوها، كان طعمها تحفة وبتستوي على طول. بجد تغيير عن كفتة الرز، كفتة الفريك دي يا جماعة جبارة، يعني جربوها بإذن الله هتنسوا كفتة الرز. يلا بقى كده نعمل الطريقة التانية. هي طبعا محمرة كده طريقة لوحدها، يعني تعمليها جنب شوية بطاطس برضو هتنفع قوي، كمان ينفع تحطيها في الفرن. يلا بقى كده انا هعملها بصلصه عشان عايزه اكلها مع شويه رز ابيض. فابتديت احط في الحله معلقه سمنه، شوحت فيها بصلايه يا دوب البصله كده تصفر، نزلت بمعلقه كبيره من معجون الطماطم او صلصه الطماطم الجاهزه. اضافه صلصه الطماطم بتدي طعم حلو للصوص. دلوقتي بقى كده كنت ضاربه طماطم فريش حوالي نص كيلو كده بس من الطماطم الفريش، وطبعا الطماطم لازم تصفيها. نزلت عليها فلفل اسود وكمون، وكمان معلقه صغيره من السكر، وظبطت الملح وهسيبها بقى تتسبك. تعالي كده بقى نشقر على كباب الفريك المسلوق. اللهم بارك، ريحته كانت قلبة المطبخ، تحفة يا جماعة، خاصة أنا بحبه خفيف ومسلوق كده، بحس بطعم الفريك فيه جدا، أنا من عشاق الفريك. ويا سلام بقى لو فريك الذرة، أنا زعلانة قوي إن أنا ما عملتوش بفريك الذرة، بإذن الله الفيديو الجاي يكون بفريك الذرة. وكده خلاص عندي الطماطم اتسبكت، هبتدي بس ازودها شويه ميه، وهبتدي احط فيها الكفته. عايزه اقولك ان انا ضفت بهارات كفته للكفته المحمره دي عشان تعجب ولادي، طبعا مش حاسه خالص انها بالفريك ولا باين فيها اي طعم. شايفين جمالها وهي محمره؟ زي ما قلتلك ينفع تاكليها بالشكل ده مع شويه بطاطس محمره مع شويه مكرونه، هتبقى لذيذه جدا، وتفرزيها وتطلعي تحمري على طول زيها زي كفته الرز، بل دي طبعا افيد والذ بكتير. والتحمير طبعا زي ما انت شايفه ما بيخليهاش تنفش قوي زي الكباب المسلوق. وهبتدي على طول انزلها في الصلصه، ومش هقعدها كتير، يا دوب بس كده تشرب صوص الطماطم، ما بحبش يكون ليها صلصه كتير، وبحب الصوص بتاعها يبقى تقيل، فهسيبها تشرب الصوص وهقفل عليها على طول مش اكتر من 10 دقايق. وده كباب الفريك كان استوى معايا والريحه جباره. على فكره في ناس بتاخد الكباب المسلوق ده وتحمره بعد ما تسلقه، بس الصراحه انا بحبه مسلوق وخفيف كده. ودي كمان الكفته اللي بالدمعه، اللهم بارك، تحفه. زي ما انت شايفه كده انا تقلت الصوص، وما بحبش اهريها واقعدها كتير، 10 دقايق بس تشرب الصوص وبقفل عليها. كمان انا حطيت على صوص الطماطم معلقه من مرقه الدجاج الفوريه، وده اختياري. وزمان طبعا كانوا جداتنا ولا في كبه ولا غيره كانوا يدقوا اللحمه كويس مع البصله والثوم والخضره لغايه اما تنعم كده وتعمل نسيج وعرق، يبتدوا يضيفوا الفريك وكده تبقى متسمغه معاهم وتمام. وزي ما شفتي طريقتي انا بحب ادي الفريك نص ضربه. هو الفريك طبعا مش هينعم قوي زي ما انت شايفه كده، مازال موجود حبوب، بس انا بحب اديله نص طحنه. براحتك، عايزه تسمغي اللحمه وتضيفي الفريك اخر حاجه وما تسمغهوش حاجه ترجعلك. ومش عايزه اقولك كده على جمال شويه الصوص دول مع الرز الابيض بالف هنا وشفا، مش هتلاقي اجمل من كده كفته تجربيها. عملنا الكوبيبه الغمراوي، عملنا الكباب الكوابري، وجالي تعليقات كتير عليهم، باذن الله تجربي كباب الفريك ويعجبك. وبالله عليكم بس بالراحه عليا كده في التعليقات، انا عارفه كل شيخ ليه طريقه، وكل محافظه بتعمل كباب الفريك بطريقه مختلفه، خاصه كده منبعه محافظه الدهليه، يعني عاشقين كده لكباب الفريك ده. اكيد طبعا كل واحد بيعمله بطريقه مختلفه، والاكل اذواق مختلفه، وان شاء الله تجربوا طريقه فريك القمح دي ويعجبكم. حبايب قلب ام ريانه، بشكركم جدا على تعليقاتكم الايجابيه اللي بتشجعني كتير، ربنا يبارك فيكم ويديمكم نعمه في حياتي. ما تنسيش الاشتراك وكمان المتابعه على صفحه الفيسبوك. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.